السلام عليكم. اليوم بغيت نشارك معكم تأملات ديالي على واحد من بين أقوى الأحاديث ديال الرسول صلى الله عليه وسلم، اللي كل كلمة منه كتعبر بشكل مباشر على الواقع الحالي اللي كنعيشوه. وبصح هاد الحديث كيستحق منا أننا نوقفوا عنده ونقراوه ونتأملوه بعمق، ونسولو راسنا شنو الدروس اللي يمكننا نستخلصوها باش نواجهوا التحديات اللي كنعيشوها في عصر ديالنا الحالي. والحديث هو كالآتي: عن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك الأمم أن تداعى عليكم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. فقال قائل: ومن قلة نحن يومئذ؟ قال: بل أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم، وليقذفن الله في قلوبكم الوهن. قال قائل: يا رسول الله، وما الوهن؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. الرسول صلى الله عليه وسلم تنبأ بواحد الزمن اللي غادي يتجمعوا في علينا الأعداء ديال الإسلام والكفار، غادي يتجمعوا علينا بحال شي قصرية ديال الطعام. يعني الدول العربية والدول الإسلامية غيكونوا ضعفاء جدا، اللي غادي يخلي ذاك العدو تكون عنده ديك السهولة أنه يتحكم فينا وياخذ الثروات ديالنا ويقسم فينا كما بغى. وهذا الشيء ديجا وقع وباقي كيوقع. واحد من الصحابة قال للرسول صلى الله عليه وسلم: فمن قلة نحن يومئذ، يعني سولو واش هذا الشيء غيوقع بسبب حيت حنا غنكونوا قلال في ذاك الزمان؟ قال لي الرسول صلى الله عليه وسلم: لا، بل أنتم كثير. قال لي باللي حنا في ذاك الزمان غنكون مسلمين، يعني غادي يكونوا كتار، يعني كاين واحد العدد كبير ديال المسلمين، ولكن قال لهم باللي غتكونوا غثاء كغثاء السيل. شنو كتعني غثاء السيل؟ هو هذاك السبد البيض والأوساخ ودوك الفقاعات اللي كيكونوا في المحيط في حدا البحر. فهذاك هو تشبيه اللي عطاه الرسول صلى الله عليه وسلم للمسلمين في ذاك الزمن، حيتاش غنكونوا بواحد الكميه كثيره، غنكونوا كتار، ولكن ما عندنا حتى شي تاثير، ما عندنا حتى شي فائده، ما عندنا حتى شي قوه. وهذا الشيء بسبب الاستعمار، وبسبب الابتعاد على الدين، وبسبب ديك التفرقه وديك الفردانيه، وبسبب ان كل واحد كيفكر غير في راسو. فهذيك الوحده اللي كانت قبل ما غاديش تبقى، حيت كلشي غادي يتفرق وكلشي غيبقى يفكر غير في راسو. داكشي علاش الرسول صلى الله عليه وسلم شبهنا بغثاء السيل، حيت داك غثاء السيل ما عنده حتى شي فائده. والرسول صلى الله عليه وسلم ما عطاش هذاك التشبيه غير هكاك عشوائيا، بل هو واحد المثال قوي بزاف اللي كيعبر على الحال ديال الامه الاسلاميه في هذا الوقت اللي كنعيشوه حاليا. والرسول صلى الله عليه وسلم كيكمل الحديث وكيقول: ولا ينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم. يعني في هذيك الفترة علاش اصلا غادي يتجمعوا علينا الاعداء وغادي تكون عندهم ديك القدره انهم يتجمعوا علينا بسهوله وياخذوا من الثروات ديالنا بكل سهوله، حيتاش ما بقاتش ديك المهابه، ما تبقاش عندنا ديك المهابه اللي كتخلي دوك الاعداء انهم يخافوا منا وما يتجرؤوش انهم يقربوا لينا كما كان قبل. وغادي نشرح لكم بعد كيفاش كانت الحال ديال الامه الاسلاميه قبل وحاليا كيفاش ولات، باش تفهموا علاش انه في ذاك العهد الاعداء ديال المسلمين ما كيتجرؤوش انهم يقربوا المسلمين، حيتاش كانوا اقوياء، كانت واحد الوحده واحد القوه. وكيكمل الرسول صلى الله عليه وسلم كيقول: ولا يقذفن الله في قلوبكم الوهن. فقال قائل: يا رسول الله، ما الوهن؟ قال: حب الدنيا وكراهيه الموت. عاوتاني من بين الاسباب الاخرين اللي غادي تخلينا ضعفاء وما غتكونش ديك الوحده هي الوهن. اصلا شرح الرسول صلى الله عليه وسلم بعباره صريحه، وانه في ذاك الزمن او في هذا الزمن، في ذاك الزمن اللي تنبأ به الرسول صلى الله عليه وسلم، غيكونوا المسلمين غادي ينساو علاش اصلا تخلقوا، غادي ينساو الدين ديالهم، غادي ينساو الرساله ديال الاسلام، وغادي يبداو تكون عندهم داك حب الدنيا وحب دوك الملذات وحب الشهوات، وغادي يكرهوا الموت. داكشي علاش ما غاديش باقي يبقى الجهاد، المسلمين غادي يتركوا الجهاد في سبيل الله وغادي يحرصوا على الدنيا وحدها، وغادي يبقاو يطمعوا انهم يديروا فلوس، يتشهروا، يحققوا بزاف ديال الثروات، يعني حريصين على الدنيا وكينساو شي حاجه سميتها الاخره. وهذاك من بين الاسباب الاخرين اللي غادي يخليو الاعداء يتجرؤوا علينا. ودابا من بعد ما شرحت الحديث بعجاله، قبل ما نشارك معكم التاملات ديالي الشخصيه، بغيت نعطيكم واحد النبذه على الزمن التاريخي وعلى السياق التاريخي اللي تقال فيه هذا الحديث
وكيفاش كانت الأمة الإسلامية وعلاش الصحابة جاتهم في شكل ملي قال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم غنكونوا كتار وأنه هذاك السبب ديال الضعف ماشي من القلة. فالصحابة تعجبوا من داك الكلام حيتاش في الوقت اللي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث كانت الدولة الإسلامية باقي في البدايات ديالها. يعني الصحابة عاشوا في ديك الساعة، كانوا عاشوا واحد السنوات من الاضطهاد في مكة وحتى في المدينة، كانوا في واحد حالة دفاع دائم ضد الكفار والقبائل المعادية. فكان من الطبيعي أنهم يتفاجئوا من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم حيتاش كانوا قلال في ديك الساعة، وكيتعجبوا كيقولوا كيفاش أنه غادي نكونوا في واحد الزمن كثار ولكن غنكونوا ضعفاء. ومن بعد ما توفى النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام توسع بواحد السرعة كبيرة خلال قرن واحد، وامتدت الدولة الإسلامية من الأندلس للصين، وولات واحد القوة عظمى في كل المجالات. يعني الإسلام ولات عنده واحد القوة في العلم، في الحضارة، في الحكم، في العدل، يعني الإسلام في ذاك العصر شهد واحد القوة عظمى، شهد واحد تقدم، واحد تطور. وتما فاش كانت هذيك المهابة في القلوب ديال الأعداء ديال الكفار، حيتاش كانوا المسلمين متوحدين، كانت واحد الوحدة بيناتهم، كانت واحد القوة حيتاش كلهم متوحدين فيما بيناتهم، ما كانش واحد التفرقة، وكانوا متشبتين بالدين وبالتعاليم الإسلامية، وكانوا قويين جدا. داكشاش كما قلت لكم الكفار ما تجرؤوش أنهم أنهم يعاديوهم بشي طريقة. ولكن مع مرور الوقت، مع مرور السنوات، هذيك التفرقة وهذاك الضعف وذاك الفساد بداو كيتسللوا بين المسلمين تدريجيا، حتى بداو كيفقدوا ديك الوحدة ديالهم اللي كانت. وجاءت واحد من بين الأحداث التاريخية الكبرى اللي تسبات يعني في ديك تفتت ديك الوحدة بشكل نهائي، هي سقوط الدولة العثمانية ووقوع اتفاقية سايكس بيكو. وتما فاش تفتت الأمة الإسلامية في عام 1916 خلال الحرب العالمية الأولى، بريطانيا وفرنسا وقعوا على واحد الاتفاقية سرية تسمت بسايكس بيكو. وهذه الاتفاقية قسمت الأراضي الإسلامية خصوصا في العالم العربي إلى دول وحدود وهمية فقط باش يخدموا المصالح ديالهم الاستعمارية. وصافي من تما الأمة الإسلامية تمزقات وتفرقات، ولينا كنشوفوا كل دولة ولات كتهتم غير بنفسها فقط، وظهرت هذيك الأسماء ديال القومية وديال الوطنية بدل ما تكون هذيك الوحدة الإسلامية. وبصح داكشي تنبأ به الرسول صلى الله عليه وسلم وقع، ومع مرور السنوات حتى وصلنا لهذه الحالة اللي وصلنا لها حاليا، وصلنا لهذه الحالة ديال الظلم وديال العدوان وديال إخواننا وأخواتنا المسلمين كيتعرضوا للإبادة بشكل مباشر، كنشوفوه لايف وتا واحد ما كيتحرك، تا واحد ما كيدير حتى شي حاجة. يعني وصلنا واحد القمة ديال الوهن في هذا الواقع ديالنا الحالي. ولينا كنشوفوا الفردانية، حب المظاهر، التبعية، النفاق، السكوت على الظلم. ولينا كنحبوا الدنيا بواحد الطريقة لدرجة أننا نسينا الهدف ديالنا الحقيقي، نسينا علاش حنا هنايا، نسينا علاش تخلقنا، بقينا تابعين الفلوس، الشهرة، الراحة، وبعنا المبادئ ديالنا على والو. فالأخطر من هذا الشيء أنه العدو ديالنا لقى داكشي اللي بغا. وكما قلت لكم حنا كنشهدوا في هذا العصر، كنشهدوا قمة الوهن في هذا العصر الحالي، حيتاش كيفاش أنك كتشوف مسلمين، يعني إخواننا مسلمين كتعرضوا للإبادة، الأطفال الصغار كيموتوا، وكتشوف الناس اخرين اللي حداهم، يعني دولة ملاصقة مع دولة عايشين الحياة كأن شيئا لم يكن. كينشروا في السوشيال ميديا اشنو كلاو فين مشاو، يعني بحال لا حتى حاجة ما واقع حداهم. يعني هاد المظاهر كتخليك بصح تأمل في هذا الحديث، وهادشي كامل بسبب أنه الناس أو المسلمين ابتعدوا على الحديث وعلى القرآن وعلى الدين. مبقاش هذاك المسلم المؤمن القوي اللي بصح متشبت بالتعاليم ديال الدين ديالنا الإسلامي، يعني مسلم بمعنى الحقيقي ماشي مسلم بالسمية. فاحنا دابا احنا كنشوفوا مسلمين كتار، ولكن أغلبية المسلمين غير مسلمين بالسمية، ولكن الأفعال ما كيناش، ما كنشوفوش واحد التجلي ديال داك الإسلام وديال داك التشبت بالدين في الأفعال. فأشنو هما الدروس اللي نقدروا أننا نستخلصوا من هذا الحديث؟ أول درس هو أنه الرسول صلى الله عليه وسلم بغى يوصل لنا أن القوة ما كتجيش في العدد،
مع عمرها غتجي في العادات. القوة كتجي في ديك الوحدة الأمة والتكاتف ديالها، وهذا الشيء كنلاحظوه نيت حاليا. فحنا كنشوفوا المقاومين والمجاهدين في غزة فهما قلال وما عندهمش وسائل، كما العدو ما عندهمش واحد الوسائل باش انهم يقدروا يحاربوا ويجادوا. فعندهم وسائل بدائية اللي صنعوه من راسهم وهما قلال مقارنة بالكفار بالاعداء بالصهاينة. ولكن كتشوف واحد القوة في ديك القلة ديالهم، كتشوف واحد القوة في ديك الاتحاد ديالهم، وربي كيرزقهم هذيك القوة. وكنشوفوا حاليا باللي العدو مازال انه ما قدرش ينتصر عليهم، مازال ما قدرش انه يوصل ليهم. يعني واخا هذيك التطور التكنولوجي، واخا دوك الاسلحه المتطوره اللي كيستوردوا من امريكا، وكاع داك الاي اي والذكاء الاصطناعي وداك الشيء كامل، التطور المادي ديالهم فمنفعهم في حتى حاجه. باقي كنشوفوا ان الصهاينه مازال غاديين كيخسروا. وبالعكس المقاومين ديالنا والمجاهدين كتلقاهم كينتصروا بفضل الله سبحانه وتعالى وجنود ديال الله سبحانه وتعالى، واخا هما قلال ولكن متحدين على واحد الحاجه اللي هي الجهاد في سبيل الله وفي سبيل هذا الدين. حيتاج هذه هي الحاجه اللي مفقوده في الامه الاسلاميه حاليا. كل شيء كيخاف من الموت، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم الوهن، انه كيبغيو الدنيا، كيفكروا في الدنيا اكثر ما كيفكروا في الاخره. داكشي علاش كيخليهم انهم يخافوا من الموت وما كيقدروش يجاهدوا في سبيل الله. ونشوفوا افعال ديال ناس مسلمين مؤمنين، يعني تكون ديك الشجاعه. شحال من واحد دابا كتلقاه مخبي من مورا البوست ديالو، مخبي من مورا الدولة ديالو، خايف انه يخسر فلوس، خايف انه يخسر المنصب ديالو، بحال كيعبد داك البوست ديالو، كيعبد دوك الفلوس اكثر ما كيعبد الله سبحانه وتعالى. يعني باش ان تكون ديك القوة ما جاتش بالاعداد نهائيا، كما قلت لكم جات بالوحدة. يعني ملي كيتجمعوا واحد المجموعة ديال مسلمين مؤمنين كيتجمعوا على هدف واحد، كتكونش واحد التفرقة، ما كيكونش واحد الصراعات. وهذا الشيء هو اللي دار العدو، هو كيعرف نقطة الضعف، كيعرف كيفاش انه يفرق مسلمين، خلق ما بيناتهم واحد المشاكل، خلق ما بيناتهم مشاكل وصراعات اللي هي بليدة وسخيفة باش انهم يفرقهم. وكيبقاو هكا مشغولين بداك الشيء، بديك التفاهة، بدوك المشاكل، وكيخليو اهم حاجة. وما كنشوفوش باقي ديك التضحية وديك هذيك الرغبة في انك تضحي بداك الشيء اللي عندك في سبيل الله، في سبيل الدين، في سبيل الحق. يعني كما قلت لكم الفلوس، يعني الناس دابا ولاو كيبغيو الدنيا اكثر ما كيبغيو الاخره، ولا كيخدموا الدنيا اكثر ما كيخدموا الاخره. يعني تابعين غير الفلوس ويحققوا اهداف والملذات وصافي، اما شي حاجه اخرى ما كتهمهمش. الدرس الثاني اللي نقدروا اننا نستخلصه من هذا الحديث هو انه ملي كتعلق بالدنيا، ملي كيكون هذاك التعلق ديالك والحب ديالك للدنيا كيكون طاغي، بحال مثلا الفلوس، الشهرة، الراحة. يعني الناس كيتجهوا بزاف للراحة، كيبغيو اي حاجة غير يحسوا براسهم مرتاحين وصافي، ما كيبغيوش يديروا مجهود. وحتى المنصب، يعني ملي كيكون هذا الشيء طاغي على كيكون طاغي عليك، مثلا كتكون متعلق بزاف في الدنيا، متعلق بالفلوس، بالشهرة، بالراحة، بأي حاجة اللي تقدر تلقى فيها تحقق فيها ديك الشهوات ديالك ودوك الرغبات وتلقى فيها ديك المتعة اللي بغيتي. فهذاك الخوف انك تضحي، يكون عندك ديك التضحية كينخفض، كيبقاش. والناس ما كيبقاوش يوقفوا في الصف ديال الحق، ما كيبقاوش يوقفوا ويهضروا ويقولوا الحق، كيخافوا انهم يهضروا. وحتى ماشي كاع كيخافوا، ما كتكونش عندهم كاع انهم ديك الفكره انهم يهضروا ديك الشجاعه باش يهضروا ويقولوا الحقيقه ويوقفوا في صف الحق. يعني كاع دوك الناس اللي كتشوفوهم حاليا ساكتين ما كيهضروش، فكلهم بحال كيقولوا بطريقه غير مباشره انهم واقفين في الصف ديال العدو. يعني فهاد المرحله اللي وصلنا لها حاليا من العدوان على غزه، الا كنتي كتعتبر راسك انك محايد، يعني ما كتدويش، فكتشجع على داكشي اللي كيوقع، يعني بحال انك متواطئ مع العدو. هذاك يعني ايضا انك كتخاف انك تفقد هذوك الحوايج الماديه ديال الدنيا، هذوك الحوايج الدنيويه بحال الفلوس، بحال مثلا الخدمه ديالك. حيتاش كما قلت لكم الناس ولاو كيعبدوا
كيعبدوا البوس ديالهم في الخدمه، كيعبدوا الفلوس اكثر ما كيعبدوا الله، حيتاش ما عندهمش ديك الفكره انه راه الله هو اللي كيرزقهم، الله هو اللي كيرزق ماشي هذاك الشخص اللي خدام عنده. فكاينش ديك التعلق بالدين، كاينش داك الايمان الحقيقي. حيت كون كان داك الايمان الحقيقي فراه كتكون عارف باللي اي حاجه كاينه عندك، اي سواء فلوس سواء شهره سواء اي حاجه، فراها من الله سبحانه وتعالى. وانك باش توقف انك تقول الحقيقه والدوي على الظلم والدوي على الناس اللي كيتعرضوا للظلم، فهذاك راه من الواجب ديالك، خاصك تقول واخا هذاك الشيء غادي يؤدي بك انك تفقد كاع داك الشيء اللي عندك، حيتاش عارف بلي راه ربي هو اللي كيرزق، حيتاش تكون عارف بلي انه هاد الحياه هي مؤقته، واي حاجه كنجريو عليها وكنمشيو نخدمو ونتعذبوا باش نكونوا عندنا فلوس ونوصلوا لواحد المنصب، داكشي كامل ما كيسوى حتى حاجه، حيت نهار كتموت داكشي ما كينفعكش، داكشي ما كينفعكش نهائيا. كتكون عارف باللي اي حاجه دابا حاليا عندك تقدر تمشي في اي لحظه، وقدر ربي يرزقك شي حاجه ما اكثر. داكشي علاش المشكل الرئيسي في هادشي كامل هو الانسان، الناس بعدوا على الدين، بعدوا على القران وعلى السنه، هذا هو المشكل الجوهري. حيت ملي كتبعد على الدين وعلى السنه ما كتبقاش عندك واحد المبادئ، ما كتبقاش عندك واحد القيم، ما كتكونش قوي. ويعني اي حاجه كتأثر فيك، اي حاجه كتأثر فيك، يعني ملي كتكون تشبت بالدين ديالك حتى حاجه ما كتوقف قدامك، كتكون قوي، حتى حاجه ما كتخليك انك تكون ضعيف. ولو انك يقول لك شي واحد غادي تفقد الخدمه ديالك او غتفقد الفلوس ديالك او غتفقد الدار ديالك، داكشي ما كيهمكش، حيت انت عارف بلي الله هو الرزاق، ماشي الناس. يعني اي حاجه ربي كيعوضك، ملي كدير شي حاجه في سبيل الله فربي كيعوضك اكثر، سواء كيكون العوض هنايا في الدنيا او لا كيكون في الاخره. يعني خلاصه بالنسبه لهذا الدرس هو انه الانسان ما خصوش يسبق ديما الدنيا، ما خصش يكون داك، خص الانسان يراجع راسو واش بصح عنده هذاك الحب ديال الدنيا وديال الراحه وديال الفلوس وديال هادشي كامل اللي عباره على توافه، ولا بصح هو كيفكر في الآخرة ديالو، وكيفكر شنو الهدف الرئيسي ديالو في هذه الحياة، وشنو هي المهمة ديالو اللي خلقها عليها الله. يعني شنو هي المهمة ديالك، علاش انت كاين، علاش تخلقتي اصلا. يعني دابا الا جينا نفكروا فيها كما قلت لكم شحال هذه خلقنا الله بواحد المهمة عظيمة، اكثر اعظم من انك تبقى هكا غير كتاكل وكتنعس وكتخدم، كتاكل كتنعس كتخدم. يعني هذيك الحياة هي ما عندها حتى شي معنى. فخاصكم تسائلوا واش بصح هذه هي الحياة اللي خاصنا نعيشوها، ولا كاينه واحد المهمة اعظم اللي خاصنا نحاولوا اننا نحققوها قبل ما نموت. الدرس الثالث اللي نقدروا اننا نستخلصوه هو ان النصر الحقيقي كيبدا من القلب قبل ما انه يكون في ارض المعركة. يعني ان ملي كتكون عايش بمبادئ قوية، بركائز قوية، وكتكون عندك واحد الكرامة، كتكون متشبت بالدين ديالك وبالقيم ديالك الحقيقيه، فالناس او العدو كيخاف منك وكيحترمك وكيدير لك واحد القيمه. واخا داك العدو كيكون عنده واحد العتاد كبير، وكيكون عنده واحد الوسائل متقدمه، وملي كنشوفوا في المنطق ديال 1+1 كيبان لنا ان داك العدو اللي عنده بزاف ديال الجيوش وعنده بزاف ديال الوسائل هو اللي غادي ينتصر. ولكن في المنطق ديال الدين ديالنا النصر كما قلت لكم كيكون في القلب، اول حاجه في الايمان، مدى ايمانك بالله سبحانه وتعالى، ومدى تشبتك بالقيم ديالك، ومدى رغبتك في التضحيه يعني والجهاد في سبيل الله، رغم ان واخا كتشوف ان الظروف ماشي في صالحك، واخا كتشوف راسك او كيكون مثلا العدد قليل، ولا كتشوف بلي ما عندك وسائل، فهذاك الشيء ما كاين حتى حاجه. وهذا المثال راه كما قلت لكم كنشهدوه حاليا في هذا العصر مع المقاومين والمجاهدين ديال غزة، فهما اكبر وافضل مثال على هذا الشيء اللي قلت لكم. فالنصر كما قلت لكم ما كيجيش في الكثره، فكنشوفهم حاليا هما قلال وما عندهمش وسائل، ما عندهمش عتاد، ما عندهمش يعني ادنى الوسائل ما عندهمش، ورغم ذلك ربي كينصرهم، ورغم ذلك هما متشبتين بالدين ديالهم وبالجهاد في سبيل الله وما كيخافوش. كتشوفوا هذوك الفيديوهات اللي كيكونوا في وسائل التواصل الاجتماعي اللي كينشرهم المجاهدين، كتشوفوهم كيفاش انهم كيمشيو بيديهم وبرجليهم حافيين، كيمشيو يحطوا واحد القنبله في هذيك المدفعيه بلا ما يخافوا. وبالعكس كتشوف هذوك الجبناء هما خايفين متخبين في هذيك المدفعيه ديالهم، ومتخبين في
في الأحصنة ديالهم مورا دوك الأسلحة ديالهم. يعني كتشوف ديك العزم وديك القوة وديك الإيمان، كتشوفوا كيفاش أنهم كيحاربوا في سبيل الله. ربي عطاهم واحد القوة، ربي ما عطاهمش ديك القوة غير هكاك، حيت متشبتين بالدين ديالهم ومؤمنين حق الإيمان، يعني مسلمين زعما حقيقيين ماشي غير بالسمية. دابا غادي نسالي هاد الحلقة أو هاد التأملات ديالي على هاد الحديث بواحد الأسئلة اللي بغيتكم أنكم تطرحوهم على راسكم، وبصح تأملوا في هذا الحديث مزيان، وتأملوا في الواقع ديالنا الحالي، وتأملوا في حياتكم كذلك، وجاوبوا على هذه الأسئلة. حيتاش هذا الحديث هو ماشي غير واحد تنبؤ، هو عبارة على واحد التذكير، واحد التحذير. خصنا نراجعوا راسنا، خصنا نراجعوا أنفس ديالنا وحياتنا باستمرار، وخصنا نديروا أولويات في حياتنا، خصنا نعيشوا بواحد الهدف اللي هو أعظم واحد الهدف اللي سامي، ماشي غير نبقاو نلهثوا مورا الدنيا فقط غير هكاك بلا حتى شي هدف. غادي نعطيكم هاد الأسئلة وبغيتكم بصراحة تجاوبوا عليهم واحد بواحد، حيتاش بصح غادي يخليكم تأملوا تفكروا في هذا الحديث، وكيفاش أنكم تطبقوه في حياتكم، كيفاش أنكم تستخلصوا دوك الدروس وتحاولوا أنكم تنفعكم وتطبقوها في حياتكم. السؤال الأول هو: هل أساهم في قوة هذه الأمة أم في ضعفها؟ ما الذي أفعله اليوم للرفع من شأن الأمة الإسلامية أو الإسهام في تدهورها حتى ولو بشكل بسيط؟ هاد جوج أسئلة الأولين كيخليوك أنك تأمل وتفكر في الدور ديالك في الأمة الإسلامية والأثر ديالك، يعني واش الأعمال ديالك، واش الأقوال ديالك، واش كتقوي الأمة أو لا بدون قصد، مثلا كتساهم في الضعف ديالها. يعني بمعنى آخر، واش انت السبب في البناء أو في الهدم. يعني خاصك تفكر في دوك التفاصيل الصغيرة البسيطة في حياتك، حيت هي كدير واحد الفرق. واش كتعاون الناس، واش كتحسن الظن بالناس، واش كتدعو للخير، واش كتعلم مثلا على الدين ديالك، أو لا مثلا كدير شي تصرفات ولو بسيطة اللي كيساهموا في نشر واحد السلبية، واحد الانقسام، واحد التفرقة. يعني هادوك خاصك تفكر في دوك التفاصيل ودوك الأفعال البسيطة في حياتك، واش بصح كيساهموا في شي حاجة اللي هي إيجابية ولا شي حاجة اللي هي سلبية اللي غادي تخلي الأمة تكون ضعيفة. السؤال الثالث اللي خاصك تسول راسك هو: هل أصبحت مثل غثاء السيل، منشغل متشتت لكن بدون عمق أو هدف واضح؟ يعني خاصك تحاول أنك تشوف راسك، تفكر في حياتك اليومية، واش مشغول بشي حاجة اللي عندها واحد المعنى، واحد الغاية سامية، ولا غير مشغول بشي حاجة اللي ما عندها حتى شي فائدة حقيقية في حياتك. واش انت كتخدم، واش انت ديما مشغول وحركي، يعني كتخدم وكدير شي حاجة ولكن ما عارفش هذيك الحاجة فين غتديك ولا علاش اصلا كديرها، يعني مشغول بدون سبب، بدون هدف حقيقي وواضح. حيت هذا هو الغثاء، هذا هو الغثاء اللي قال الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني ظاهر بلا تأثير. يعني كاينه واحد الحاجة ولكن ما عندهاش واحد التأثير واضح، واحد التأثير أعمق وحقيقي. السؤال الرابع اللي نيت عنده علاقة مع هذا السؤال هو: ما هي الجوانب في حياتي التي أشعر بأنها سطحية أو تفاعلية أكثر من كونها ثابتة وهادفة؟ هادشي يعني أنه خاصك تفكر وتحاول تشوف جميع مجالات ومناحي حياتك، واش كتعيش بوعي وبسبب واحد الهدف معين، أو لا فقط نتا عايش كما كنقولوا أوتو بايلوت، يعني غير كتمشي مع الحياة وصافي عايش بلا هدف، غير كتمشي مع الموجة الحياة في مادتك وكدير حوايج غير حيت ولفتيهم، مجرد أنهم عادة أو لا بسبب الضغط الاجتماعي بدون أي هدف واضح اللي انت أصلا وضعتيه، يعني ماشي شي واحد اللي وضعه في مكانك. يعني خاصك تحاول تفكر في جميع جوانب حياتك وتشوف واش بصح داكشي اللي كدير، واش انت اللي كديرو بسبب واحد الهدف اللي وضعتيه، بسبب واحد النية اللي عندك، او لا غير كديرو هكاك حيت ولفتيه، او لا بسبب المحيط ديالك ولقيتيهم كيديروا ديك الحوايج وحتى انت كديرهم بدون اي سبب او بلا ما تفهم علاش كدير ديك الحوايج. السؤال الخامس: ما هو التعلق الدنيوي الذي يمنعني من أن أعيش بإخلاص لله سبحانه وتعالى؟ يعني شنو هو واحد الحاجة اللي هي دنيوية اللي كتخليك تبعد على الله سبحانه وتعالى، بحال مثلا الفلوس، وظيفة، شهرة، أو لا خوف.
يعني حاول أنك تشوف هذاك التعلق اللي عندك حاليا بالدنيا اللي كيخليك تبعد على الله، وحاول أنك تلاحظه وتراجع نفسك. السؤال السادس هو: ما هو أكثر شيء أخشى فقدانه؟ وكم هو مرتبط بالدنيا وليس بالآخرة؟ هذا واحد السؤال اللي بصح صعيب انك تجاوب عليه، ولكن الا جاوبتي عليه غادي تعرف بصح شنو كاين في القلب ديالك. يعني شنو هي الحاجه اللي هي دنيويه اللي متمسك بها بزاف وكتخاف انك تفقدها. الا فقدتيها يعني غادي تعيش حياتك حزين، تكون يعني حياتك غتبدل بزاف. واش هاد الحاجه مؤقته متعلقه بالدنيا او لا شي حاجه اللي هي متعلقه بالدين وبالاخره ديالك؟ ندوزو دابا السؤال السابع: عندما أستيقظ كل يوم هل أفكر أكثر في أهدافي الدنيوية أم أهدافي من أجل الآخرة؟ يعني أول حاجة ملي كتفيق، أول حاجة ملي كتفيق الصباح، يعني شنو الحاجة الأولى اللي كتفكر فيها أنك ديرها؟ واش كتفكر تخدم، يعني تفكر دير فلوس، تفكر في القراية، أو لا كتفكر أنك كيفاش داكشي اللي كدير كيفاش ترضي الله، كيفاش أنك تحاول تستغل داك النهار أحسن استغلال باش تخدم الآخرة ديالك أكثر من أنك تخدم الدنيا ديالك. يعني هذا السؤال هو بحال سؤال أولويات. هذه هي القضية ديال الأولويات. كتشوف حياتك شنو هي الأولوية ديالك في حياتك؟ واش الأولوية هي دير فلوس، تخدم، توصل لواحد المنصب، واخا هادو راه مزيانين، ولا الأولوية أنك ترضي الله، يعني أنك تعبد الله حق عبادته وبصح تخدم الآخرة ديالك. حيث على حسب الأولوية كيكون النهار ديالك مختلف. فحيت يقدر تكون الهدف ديالك هو أنك بغيتي تخدم، ولكن في ذاك العمل راه في نفس الوقت هو عبادة وكترضي الله سبحانه وتعالى، حيت على حسب العمل وعلى حسب النية ديالك. ماشي كلشي كيفكر بهذه الطريقة، ماشي كلشي كيفيق وكتجي ديك الفكرة أنه هذا النهار هو بحال واحد الفرصة، يعني فرصة باش أنني نعيش في هذه الحياة، خاصني نستغلو أحسن استغلال باش أنني نخدم الآخرة ديالي وحتى نخدم الدنيا ديالي. خاصني ندير واحد البالانس، ولكن الأولوية ديما خاصها تكون الآخرة. هادشي اللي كاين. السؤال الثامن اللي نيت متعلق بهذا السؤال اللي قبل هو: كيف أشعر تجاه الموت؟ هل أستعد للآخرة حقا أم أعيش وكأنني لن أموت أبدا؟ هذا السؤال صراحة زوين وعجبني بزاف، حيث الفكرة ديال الموت هي بصح كتخليك تفيق، كتخليك أنك تراجع نفسك، كتخليك تراجع الأفعال ديالك، وخاصك تسول راسك واش بصح انت كتفكر الموت ديما كل نهار، ولا ديما مخلي واحد الفكرة مؤجلة ومخيفة وديما كتجنب أنك تفكر فيها. حيتاش باش أنك تفكر الموت وتفكر بلي راه بصح الدنيا مؤقتة، واحد النهار غتموت، بصح كتخليك دير واحد تفيق كما قلت لكم، كتخلي عندك واحد اليقظة، وكتخليك ديما تفكر في أي حاجة كديرها في حياتك واش غادي تندم عليها ولا لا. يعني ديما الموت خاصو يكون حاضر في حياتك، ما تحاولش انك تخليه واحد الفكره اللي مخيفه ولا فكره اللي ديما كتاجل فيها بحال ما عمرها غتجي، حيت ما يمكنش لينا نتحكموا، حنا ما عارفينش متى غنموتوا، يعني في اي لحظه تقدر تموت. داكشي ديما خاصك تفكر فيها. والسؤال التاسع اللي متعلق بالموت كذلك هو أنه هو: ماذا سأغير اليوم لو كنت أؤمن حقا أنني قد أموت غدا؟ يعني إلا جا شي واحد غير مثلا قال لك أنه غدا غادي تموت، ولا كنتي عارف مثلا باللي غدا غادي تموت غير افتراضا، فشنو الحاجة اللي غادي دير؟ واش غادي تتوب، واش غتصلي، واش غتسامح شي واحد، واش غادي تحاول تمشي دير عبادات، واش يعني هذا السؤال كيظهر بصح شنو هي الامور اللي كنتي كتاجل فيها، وشنو هي الامور المصيريه بالنسبه لك، وشنو هي الاولويه بالنسبه لك. السؤال العاشر هو: هل يحترمني الناس لأجل أخلاقي وقيمي أم لأشياء سطحية وزائلة؟ يعني واش الناس كتحبك أو لا كتحترمك حيتاش أنت مثلا صادق، أمين، عندك واحد الأخلاق، عندك واحد القيم اللي متشبت بيهم، ولا فقط حيتاش أنت ناجح، عندك فلوس، زوين أو مشهور مثلا. يعني حاول أنك تفكر في هذا السؤال وتشوف المحيط ديالك وكيفاش الناس كيعاملوك، وشنو هما الناس الحقيقيين اللي كيحترموك بصح بسبب القيم ديالك وبسبب كيفاش انت كإنسان، ماشي شنو عندك. سؤال رقم 11 هو: ماذا أحتاج فعليا لأتخلص من الوهن على المستوى الشخصي؟ كما قلنا قبيلة أن الوهن هو حب الدنيا
وكراهية الموت. فشنو هو الشيء اللي كيربطك بالدنيا وكيخليك انك تحب الدنيا، كتخاف انك تموت وكتكره المسألة ديك الفكرة ديال الموت؟ ويعني شنو الحاجة اللي كتخليك كتكون ديما مسبق الدنيا على الآخرة، ديما كتخدم للدنيا وكتنسى الآخرة ديالك؟ يعني ديما الدنيا هي اللي دايرها في المحل ديال الاهتمام ديالك والأولوية ديالك في حياتك. فمثلا بحال الخوف، الحوايج اللي كيخليوك مثلا تحب الدنيا، بحال مثلا الخوف، الكسل، التعلق بشي حوايج، يعني خاصك تحدد هذوك النقاط الضعف ديالك وتبدا انك تحاول تخدم عليهم. سؤال رقم 12 اللي مهم بزاف: هل أعيش بنية وهدف سامي أم أنني فقط أستهلك وأتفاعل دون وعي؟ يعني هذا السؤال بصح كيعطيك يعني المغزى ديال هذا السؤال، واش انت شخص اللي منتج او لا شخص مستهلك؟ يعني واش في النهار ديالك كيكون عندك اهداف كتخدم عليهم، كدير واحد الحاجه، كتكري، كتنتج، او لا فقط كتستهلك، كتمشي لوسائل التواصل الاجتماعي وكتستهلك اي حاجه وكتدوز الوقت غير هكاك بلا حتى شي وعي، بلا شي تخطيط، يعني كتدوز الوقت وصافي وكتستهلك بلا ما كتنتج؟ هاد السؤال صراحة بصح كيخليك انك توقف وتراجع نفسك، الطريقة ديال العيش ديالك، وبصح تشوف واش النسبة ديال الاستهلاك هي كبيرة في حياتك، وبصح كتضيع وقتك في حوايج اللي ما عندها حتى شي فائدة، ولا راك عندك اهداف وكتخطط لحياتك وكتخدم على حوايج اللي مفيدين اللي غادي ينفعوك، يعني كاينه واحد الانتاجية. واخر سؤال هو رقم 13: هل أخصص وقتا للصمت والتأمل في حياتي أم أنني دائما مشتت ومنغمس في الانشغال أو في الحياة؟ وهذا السؤال ختمت به حيت صراحة هو اللي كيلخص كل شيء. واش بصح انت عندك واحد اللحظات في حياتك اللي كتجلس مع راسك ما كاين حتى شي ديستراكشن، حتى شي مصدر ديال التشتت، كتجلس مع راسك وكتراجع نفسك وكتفكر، كتأمل يعني في حياتك في الواقع؟ او لا النهار ديالك كيدوز ديما مزروب، كيدوز نهار ديالك عامر، شويه كتكون مشغول، شويه كتمشي من هنا، شويه كتسكرولي في السوشيال ميديا لساعات، وعاد كيجي الليل وكتنعس عاوتاني وكتعاود نفس الحاجه. يعني ما كاينش واحد اللحظات ديال السايلنس، ديال السكون وديال التامل وما يكون فيها حتى شي مشتت. يعني خاصك تسول راسك واش بصح عندك هذيك الفكره ديال التامل في حياتك ولا لا. وداكشي علاش هاد الاسئله اللي عطيتك الا بصح كنتي من داك الاشخاص اللي عندهم هاد الوقت كيخصوه لانهم يتاملوا في الحياه يعني يتاملوا في الواقع ديالهم وفي حياتهم اون جينيرال، فكنصحك انك تجاوب على هاد الاسئله اللي عطيتك، حيتاش ماشي كلشي كيجلس مع راسو وكيطرح اسئله صعبه اللي خاصو يجاوب عليهم. ماشي كلشي كيجلس وكيتامل في حياته، شنو الحوايج اللي كيدير غلط، شنو الحوايج اللي كيدير صحاح، شنو الاهداف ديالو وعلاش خدام، شنو الهدف ديالو اصلا من الحياه. ماشي كلشي كيدير هاد القضيه حيت صعيبه، ماشي كلشي كيطرح على راسو اسئله صعيبه بحال هكا. فكنصحك انك تبدا بهاد القضيه، بدا بانك تجلس، خذ ورقه وستيلو وبدا تسول هاد الاسئله على راسك، وبدا حاول تلقى لهم الاجوبه، وحاول انك شويه تبعد من داك الضوضاء ومن داك السوشيال ميديا ومن داك الديستراكشنز، حاول انك تبعد منهم وجلس مع راسك وراجع نفسك. وهذا الشيء اللي كاين في هذه الحلقه، نتمنى تكونوا استفدتوا شي حاجه. غير بغيت نشارك معكم التاملات ديالي بالنسبه لهذا الحديث، وهذه واحد السيري اللي غادي نديرها في هذا البودكاست. كل مره قريت شي حديث وتاملت عليه، حتى انا درت واحد السيري ديال الاسئله والاجوبه، فغادي نشارك معكم شنو لقيت وشنو التاملات ديالي، ونشارك معكم شنو استفدت من داك الحديث. وهذا الشيء اللي كاين، نتلاقاو ان شاء الله في حلقه جديده.